السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. النهاردة يا حبايبي هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو غشاء البكارة. غشاء البكارة ده في منه انواع كتير، وفي بنات بتتولد كده يعني عادي، مش لازم يعني يكون في حاجة زي كده، بس هو مش هو ليه انواع كتير. ماشي، هو في اول نوع منه اللي هو الهلالي، في منهم الغربالي، في منهم المطاط، في منهم المسنن. تمام. الموضوع ده يا جماعة بجد يعني بوظ علاقات كتير. يعني في دكتورة قريبتي كنت عندها في يوم، وبعدين دخلها عروسة وعريس. تمام. ازاي انا مثلا ما حصلش فيه دم وما اعرفش ايه؟ طب ما يا عم الحاج، الموضوع ما فيهوش اي حاجه، عادي يعني. هم طبعا ما يعرفوش حاجه عن الانواع اللي هي بتاعه غشاء البكاره. ماشي. طبعا في ناس بتبقى جاهله كده كتير ومش فاهمين حاجه، وبيجوا بس يخبطوا في الكلام ويتهموا البنت يعني بحاجات وحشه طبعا، وده طبعا ما بيبقاش فيه اي شيء من الاساس. ده بيخرب علاقات وبيبقوا متجوزين عن حب وكل حاجه. مش لازم ينزل الغشاء، مش لازم ينزل دم يعني. المطاطي ده حتى لو قعد قد ايه عمره ما هينزل دم. في من ضمن الحاجات اللي قلت لكم عليها دي، واللي هو الغربالي ده، واللي هو الهلالي والمسنن. الحاجات دي مش لازم تنزل دم يا جماعه، عادي يعني جدا. فالمفروض بقى ان احنا بما ان دي حاجه مهمه جدا وما ينفعش ان احنا يعني نخبط فيها او نتكلم فيها ونخوض بقى في اعراض الناس، وحرام بتبقى البنت قمه الادب والاحترام، ويجي مثلا جوزها في ليله الدخله يقول كلام مش مظبوط طبعا، ودي حاجه مش كويسه جدا، ودي ممكن تبوظ العلاقه بينهم. جابها فعلا وراح عند الدكتوره وكشف عليها ولقاها زي الفل، زي الفل. بقى الراجل طالع طب ازاي ومش ازاي؟ ايه يا عم الحاج، انت مالك؟ انت مالك؟ دي حاجه بتاعت ربنا. الحاجات دي احنا ملناش علاقه بيها. هو مين اللي خلقنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ينظمنا بقى زي ما حضرته عايز، زي ما عزته وجلالته عايز. انت يا حاج ولا ابنك ما تتدخلوش. طب انت اخدت ايه لما انت بوظت العلاقه في اول ليله جواز؟ بوظتها وبهدلت الدنيا وفضحت الدنيا وعملت مشاكل، ولما جيت عنده الدكتوره قالت لك ان البنت زي الفل ما فيهاش اي حاجه، وده يا حاج شيء طبيعي، ونتكلم مع ابنه ونتكلم مع ده. مدخل العيله كلها الاوضه. في ايه يا جدعان؟ مالكوا في ايه؟ المفروض حاجه زي دي يا جماعه، دي حاجه حساسه، وبتبقى حساسه قوي قوي بقى عند البنت، خاصه لما تبقى بنت متربيه ومؤدبه. ما ينفعش ان احنا نجرحها في اعز ما تملك. ما ينفعش ان احنا نخوض كده في عرضها وفي شرفها. وانت لو مش عارف ان البيت ده نظيف والبنت اللي فيه متربيه وبنت ناس، انت ما كنتش دخلته من البدايه اصلا. لكن انتوا بتبقوا عارفين ان البنت محترمه ومؤدبه وبنت ناس وكويسه جدا، وبتيجوا في حاجه زي كده. انتوا يعني ده اسمه جهل. خلاص الحاجات بتاعت زمان دي، اللي كانوا بيقفوا تحت البيت ومعرفش العريس يطلع وضرب النار يشتغل ومعرفش الملايه تنزل والمنديل الكلام ده انقرض يا جماعه، ما بقاش فيه منه خلاص. دلوقتي في حاجات المفروض ان احنا يعني مش ما نخبطش فيها. دي حاجه بين الست وجوزها، وبعدين انت لقيت حاجه زي كده، انت ما انتش عارف حاجه طبعا، انت واحد جاهل مش فاهم اي حاجه. طب خلاص انت عايز تتاكد وعايز تعرف، يبقى بكل ادب وذوق واحترام. ماشي. تروح مثلا عند دكتوره، والله يا دكتوره حصل كذا 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 معايا، انت ايه راي حضرتك؟ والله الموضوع كذا كذا والبنت كويسه وفي انواع كذا وكذا وكذا، وتعرفوا. الدكتوره هتعرفه في ايه. هو بقى ياخد كلام الدكتوره ويعمل بيه بقى. خلاص بقى انت اطمنت خلاص، مش عادي يعني. اذا كان يعني الموضوع كبير اصلا، بس يعني انا مش هقدر اتكلم في حاجات يعني ايه يعني تخدش الحياء، لان انا اصلا مش هقبل على نفسي ده، لان انا من النوع اللي ما بحبش اتكلم في الحاجات اللي هي حساسه قوي قوي دي. انا نفسي بتكسف من حاجه زي كده. بس في ناس بتخلي الواحد بجد يطلع عن شعوره علشان يفهم الناس. يا جماعه التانيين لو سمحتم، غشاء البقره ده فيه منه انواع كتير.
مش مجرد ان خبطه وقومه وخلصت الحكايه، لا خالص خالص. واي حد يعني المفروض ان انت داخل بيت كويس، بلاش بقى تخبط في الكلام بقى. وخلى البنت ماشيه زعلانه وبتعيط وقالت انا مش عايزه الجوازه دي. يعني الواحده بعد ما بتثبت نفسها ان هي انسانه نظيفه وشريفه وبنت ناس ومحترمه ومتربيه وكل الحاجات دي، خلاص بقى هي بجد بتقفل، يعني بتقفل من الشخص نفسه من البدايه كده. وبعدين الشكل العام ما بيبقاش كويس. اجيب امي واجيب ابويا وادخلهم، لا الشكل العام وحش جدا يا جماعه. بلاش تجرحوا البنات كده بالاسلوب اللي انتوا ده كده اسمه جهل. بجد كده اسمه جهل. يعني انتوا اعرفوا الاول الدنيا فيها ايه، وبعد كده ابقوا اتكلموا بقى. لكن مش تروحوا كده وتخبطوا في الناس. وطبعا الموضوع يعني خلص على ايه؟ يعني ما خلصش على حاجه كويسه طبعا، بما ان انت خبطت ولخبطت في الكلام ولا وزعيق وشتيمه وقله ادب قبل ما يعرف اي حاجه. طب انت لما عرفت بقى اللي فيها كان شكلك ايه ومنظرك كان عامل ازاي؟ غلط طبعا، غلط قوي قوي الاسلوب ده. وحاجه زي كده بتبقى حاجه فيها خصوصيه. انا ومراتي، انا مع امي وابويا ما يعرفوش حاجه عني. يعني انا خلاص اتجوزت تمام، ورحت الله اعظم العزه والدوم لك يا ربي، صاحب الامر والنهي والعظمه والكبرياء لك انت وحدك لا شريك لك يا الله. وانا رحت وارتضيت بيها تمام، وهي كمان نفس الحكايه. اخدها بقى انا يا ماما ولا يا بابا، ولا انا قاعد في بيت عيله بقى، انا واخد مراتي ورايحه اتفسح، رايحه اعمل اي حاجه، ويبقى بينك وبين مراتك ما ينفعش حد يطلع على حاجه زي كده. ما ينفعش. هي شكلها يبقى عامل ازاي بعد كده؟ فغلط. غشاء البكاره ده مش نوع واحد، لا ده كذا نوع. ومش لازم يا جماعه، هنقولها المره التانية، مش لازم ان اللهم صل على سيدنا محمد كله ينزل دم، مش لازم يعني. لا في حاجات بتبقى مطاطي، وفي حاجات بتبقى يعني انا برضو مش هينفع اتكلم برضو ماشي. ف يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم كده ونغلط في الناس كده. انا بصراحه دمي اتحرق جدا واتضايقت جدا، لان هي الدكتوره دي خالتي، وانا كنت معاها في اليوم ده، والكارثه دي حصلت وانا موجوده. فانا نفسي يعني انا ما اعرفش اللي دخلت دي ولا اعرف اي حاجه، بس انا بجد اتضايقت. يعني انا كواحده انسانه يعني انا اتضايقت. يعني ليه طيب كده؟ والبنت طبعا طلعت تعيط، احنا بجد اتاثرنا جدا يعني. والدكتوره اتضايقت جدا بالمنظر اللي حصل ده. فكل واحد يخلي باله من حاجه زي كده، وقبل ما يحصل اي حاجه لازم اتاكد واعرف ان الدنيا ماشيه ازاي بالظبط معايا قبل ما اخبط في الكلام مع الناس. ويا رب يا رب يعني ربنا يستر عرض الولايه كلهم وعرض البنات كلهم، والرجاله كده الناس المحترمه دي تهدى كده على نفسها شويه، وبالراحه كده على بنات الناس. ما ينفعش نجرحهم، ما ينفعش نسيب اثر وحش قوي قوي جواهم من اول يوم كده. طب انت يعني اول يوم بتعمل كده، امال بعد كده ايه؟ لو يعني ايه مش فاهمه يعني. لا لازم يبقى فيه من البدايه كده تبقى حاجه كويسه، وتبقى شخص كويس ومتفاهم وعقلك كبير وناضج، ولازم تفهم وتقعد كده وتتكلم معاها. والله اتاح الامر ان احنا نروح لدكتوره مفيش اي مشكله عادي، بس يبقى بينك وبين مراتك. مش لازم كل العالم تعرف الدنيا ولا امها حتى كمان، لان الحاجه دي تخصكوا انتوا الاتنين. ما ينفعش، ما ينفعش اي حد خالص يعني، حتى عيب قوي يعني. فربنا يهديكوا بقى كده على بعض كده، ويستر عرض البنات كلها، ويسعد البنات كلها يا رب، ويكفينا شر الشر واهله. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبالنسبه للناس اللي هي بتقول على مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعه، لا والله ده مش بدعه خالص. انت حضرتك ولا حضرتك لما بيبقى عندك عيد ميلاد لابنك ماشي، بتجهز قبلها باسبوع، وانا فرحانه وعايزه افرح ابني وافرح مش عارفه ايه واعمل ايه واجيب تورته ايه واجيب جاتوه ايه واعمل ايه، وده ابنك ماشي. في حاجه اسمها عيد الحب، معرفش عيد ايه تاني ومعرفش ايه تاني، وبتنزلوا وبتحتفلوا وبتعملوا كل حاجه. ده بقى شفيع الامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو ما كناش احنا نحتفل ونبقى فرحانين ونبقى مبسوطين، ده سيدنا النبي، ده شفيع الامه، ده يعني شفيعنا. يعني ملناش في الدنيا بعد ربنا غير سيدنا النبي، هو ربنا وسيدنا النبي، وبعد كده خلاص مفيش، ربنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
شفيعنا وحبيبنا اللي يعني ركع كده وسجد كده يقول امتي امتي. ايه؟ ازاي ما نحتفلش؟ وازاي بدعه؟ البدعه دي عندكم انتوا، اللي تقول بدعه دي يبقى هي اللي عندها البدع كلها. بلا ايه بدعه دي؟ لا، احنا نفرح بميلاد سيدنا النبي ونحتفل بيه لاننا بنحبه، بنحب سيدنا النبي. ربنا يحشرنا معاه يا رب، يعني يسقينا من يده الشريفه، يعني شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا يا رب. جميع امه سيدنا محمد والمسلمين كلهم يا رب يا رب. احنا ما نحبش غير سيدنا النبي، ربنا وسيدنا النبي هم دول الحب، وهم دول كل حاجه في الحياه. غير كده لا. ولا تقولي عيد ميلاد، ولا تقولي معرفش الفالنتاين، ولا تقولي معرفش انا مش عارفه ايه الكلام ده. ايه الكلام ده؟ نيجي على خير خلق الله ونقول بدعه؟ والله انتوا اللي بدعه، والله كل اللي تقول بدعه دي انت البدع كلها. بجد انا ما استحملش ابدا اي حاجه على سيدنا النبي ابدا صلى الله عليه وسلم. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم وعلى امه سيدنا محمد كلها يعني الايام الحلوه دي بالخير واليمن والبركات وبالصحه وبالعافيه يا رب، ببركه سيدنا النبي والصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه على سيدنا النبي اللي هتحرم اجسادنا على النار. يعني لما نصلي على سيدنا النبي جسدك ده هيتحرم على النار من كتر صلاتك على سيدنا النبي. وفي كده في الكون، في كده. ربنا ما يحرمناش من كرم ربنا وكرم سيدنا النبي علينا وشفاعة سيدنا النبي تطولنا يا رب كلنا يا رب يا رب. وده كان الفيديو بتاع النهارده يا حبايبي، ويا رب اشوفكم بخير وكل خير، صحة وسلامة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، فرحني جدا. واللي ما اشتركش على راسي من فوق اتفضل يشترك. واشوفكم على خير وبكل خير وصحة وسلامة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.